هلال ولا بيض عنا من الوطن شال، بس ما وصلنا الكربلاء مال علينا الفزع وتبدل الحال، يا علينا الفزع وتبدل الحال. هليت هلال الكدر والاحزان، هليت ودمعين الوالبي، هليت يا شهر النوح الاسلام، هليت لا تظهر وتفرح بيكم ويا محل زهراء يا موالي، تقول انا الوالد انا الوالد انا الوالد انا الوالد يما يا يما يا يما، انا الوالد والقلب له فيان يما، وادور عزمني وين ما جاء يما، ابن ذبيح وما له جفان يما، ولعبت عليه الخيل ميدان يما، انا الوالد انا الوالد يا حسين يا ابني يا ابني، يا ريت ذباحك ذبحني يما، سعدني على ابني يا تحبني، ما حال الحال عقيلة زينب تقول انا منين جتني كربة، انا منين انا منين يا اخي يا ابن امي، منين لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني نبجي وتدمع العين، خويا يا خويا تبقى عبرت بصدر التكسان، لا جيت زينب شافته والروح، لا جيت الدمع بعينها من الخوف، لا جيت ريت اختك يا خويا حسين، لا جيت اريد الوطن وين بعيد علي، والله ينشف البيان ريت الموت، والله ينشال طارتك يا خويا برموح، ينشال تقل بعدك يا ابويا برموح، ينشال بعد يموت شكوني بعد يموت شبني ولعتنا للكوفان بضحوني شملها احتنت يم العليل وورد شملها تقل بعدكم بول ايامي
شملها وظل طول العمر وانت مشجوع من يمه وظل طول العمر وانت لسان حال زي ما بتقول ونحيل يا قلبي لا تون بهداي يا قلبي لا تون بهداي ونحيل خذ بالعين ذب العين من المجمد ونحيل يا هالرايت والنواي يا هالرايت يا اخوي يا ابن امي يا هالرايت والنواي ونحيل خوي على الراح وترك نجمات بيه على الراحة ترك مجموعات وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني جميعا. إن الله قد أذن في قتلكم وقتلي في هذا اليوم، فعليكم بالصبر والقتال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين حبيب؟ أين حبيب ابن مظاهر؟ لبيك يا ابن رسول الله. بارك الله فيك يا حبيب. خذ هذه الراية وكن أنت وأصحابك في الميسرة. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. يا زهير، أين زهير بن القين؟ لبيك لبيك يا ابن رسول الله. بارك الله فيك يا زهير. خذ هذه الراية وكن أنت وأصحابك في الميمنة. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. أين أخي أبو الفضل العباس؟ أينك يا أبا الفضل؟ لبيك يا سيدي ومولاي. بارك الله فيك يا أخي. خذ هذه الراية وأنت حامل لوائي. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. يا جون، يا جون، اشعلوا النار في الخندق كي لا يصل أعداؤكم إلى المخيم. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله.
شمر يا شمر، ماذا يريد ابن فاضل من قبضتنا؟ اذهب اليه وكلمه. هيا يا شمر. نعم نعم ايها الامير. يا حسين يا حسين، تعجلت بالنار قبل يوم القيامة. من هذا؟ كأنه شمر بن ذي الجوشن. نعم نعم يا ابن رسول الله. يا ابن راعية المعزى، أنت أولى بها مني صليا. يا حسين، إما أن تدخل في طاعة الأمير عبيد الله بن زياد أو تموت عطشا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، فكشفته وفرجته. فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة. الحمد لله الذي خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال، متصرفة بأهلها حالا بعد حال. فالمغرور من غرته والشقي من فتنته. فلا تغرنكم هذه الدنيا، فإنها تقطع رجاء من ركن إليها وتخيب أمل من طمع فيها. وأراكم قد اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم، وأحل بكم نقمته وجنبكم رحمته. فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم. أقررتم بالطاعة وآمنتم بالرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إنكم زحفتم إلى ذريته تريدون قتلهم، فقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم، فبعدا للقوم الظالمين. ماذا تقول؟ إني أعبد الله على حرف، إن كنت أدري ما تقول. أيها الفاسق، والله إني أراك تعبد الله على 70 حرف، وأنا أشهد إنك صادق، ما تدري ما يقول. قد طبع الله على قلبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الناس أيها الناس، اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي، وحتى أعتذر إليكم من مقدمي إليكم. فإن قبلتم عذري وصدقتم قولي
وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، ولم يكن لكم علي سبيل، وإن لم تقبلوا مني العذر ولم تعطوا النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها، وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول مصدق لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما جاء من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عم أبي؟ أوليس جعفر الطيار عمي؟ أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولأخي هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ فإن صدقتموني بما أقول وهو الحق، والله ما تعمدت الكذب مذ علمت أن الله يمقت عليه أهله. وإن كذبتموني فإن فيكم من إذا سألتموه عن ذلك أخبركم. سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وسهل بن سعد الساعدي وزيد بن أرقم وأنس بن مالك يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله لي ولأخي. أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي؟ يا حسين ما يمنعنا من قتلك شيء إلا أن تبايع الخليفة يزيد بن معاوية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويلكم، أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال استهلكته أو بقصاص جراحة؟ أيها الناس، إن كنتم في شك من قولي هذا أفتشكون عن ابن بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. يا شبث بن ربعي، ويا حجار بن أبجر، ويا قيس بن الأشعث، ويا يزيد بن الحارث، ألم تكتبوا إلي أن اقدم؟ قد أينعت الثمار واخضر الجناب، وإنما تقدم على جند لك مجندة. كلا، لم نفعل ذلك يا ابن فاطمة. سبحان الله، والله لقد فعلتم. أيها الناس، إذا كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض. أولا تنزل على حكم بني عمك، فإنهم لن يروك إلا ما تحب، ولن يصل إليك منهم مكروه. يا قيس بن الأشعث، أنت أخو أخيك، أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم بن عقيل؟ لا والله، لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل، ولا أفر فرار العبيد. عباد الله، إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين بنو أختنا؟ أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ أين بنو أختنا؟ يا أخي يا أبا الفضل أجبه وإن كان فاسقا. يا بني أختنا لكم الأمان، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين. لعنك الله يا ابن ذي الجوشن ولعن أمانك. أتؤمننا ابن رسول الله لا أمان له؟ تقول لي يا عباس ريض الإعلان خوي عباس ريض الإعلانك اشهدهم أعداكم يمدونك لون تغير وحق لونك اخاف من اخيك يفرجونا خويا وبمرة الجيش يوعدونك يقول يا خيت زينب جيت ظنين انا روحا وعوف عضيد الحسين عند عيني اجمل سوين خويا انا اضرب بدون الحسين يقول له خويا وانا طحن وتون يذوب الصقر وانا وتصيح المحمدج يا ابن امي يا اخويا وتصيح المحمدج وانا كنت امر رجال الاخو كنت امر رجال الاخو وانهدد الى اليوم ودموعي ابن رسول الله. هؤلاء القوم
بارك الله فيك يا زهير بن القيم، وجزاك الله خيرا. تكلم بما يرضي الله. سمعا وطاعة يا ابن رسول الله. يا أهل الكوفة، يا أهل الكوفة، لذار لكم من عذاب الله. إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد، ما لم يقع بيننا وبينكم السيف، وأنتم للنصيحة منا أهل، فإذا وقع السيف انقطعت العصمة، وكنا أمة وأنتم أمة. يا أهل الكوفة، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية محمد صلى الله عليه وآله لينظر ما نحن وأنتم عاملون. إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد. عباد الله، إن ولد فاطمة أحق بالود والنصر من ابن سمية، فإن لم تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد، فلعمري إنه ليرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين. اسكت، اسكت الله نعمتك، أبرمتنا بكثرة كلامك. يا ابن البوال على عقبيه، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهية. والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين تبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم. إن الله قاتلك وصاحبك عن ساعة. أيها اللعين، أفبالموت تخوفني؟ فوالله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم. عباد الله، لا يغرنكم عن دينكم هذا الجلف الجافي وأشباهه، فوالله لا تنال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله قوما هرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتلوا من نصرهم وذب عن حريمهم. ارجع يا زهير، بارك الله فيك. عمري، لئن كان مؤمن آل فرعون نصح قومه وأبلغ في الدعاء، فلقد نصحت هؤلاء وأبلغت، لو نفع النصح والإبلاغ. بارك الله فيك. يا ابن رسول الله، أتأذن لي أن أخاطب هؤلاء القوم؟ بارك الله فيك يا برير، وجزاك الله خيرا. تكلم بما يرضي الله. يا معشر الناس، يا معشر الناس، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بشيرا ونذيرا
نيرا، وهذا ماء الفرات تقع فيه خنازير السواد وكلابه، وقد حيل بينه وبين ابن بنت رسول الله، أفجزاء محمد هذا؟ يا برير، قد أكثرت الكلام، فاكفف عنا، فوالله ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله. يا قوم يا قوم، إن ثقل محمدا صلى الله عليه وآله قد أصبح بين أظهركم، وهؤلاء ذريته وعترته وبناته وحرمه، فهاتوا ما عندكم، وما الذي تريدون أن تصنعوه بهم؟ نريد أن نمكن منه الأمير عبيد الله بن زياد فيرى فيهم رأيه. أفلا تقبلون أن يرجعوا إلى المكان الذي جاءوا منه؟ كلا كلا، لا يكون ذلك أبدا. ويلكم يا أهل الكوفة، أنسيتم كتبكم وعهودكم التي أعطيتموها وأشهدتم الله عليها؟ ويلكم، أدعوتم أهل بيت نبيكم وزعمتم أنكم تقتلون أنفسكم دونهم، حتى إذا أتوكم أسلمتموهم إلى ابن زياد وحلأتموهم عن ماء الفرات. بئس ما خلفتم نبيكم في ذريته، ما لكم لا سقاكم الله يوم القيامة. يا هذا لا ندري ما تقول، دعنا وشاننا. بئس القوم أنتم. الحمد لله الذي زادني فيكم بصيرة. اللهم إني أبرأ إليك من فعال هؤلاء القوم. اللهم ألق بأسهم بينهم حتى يلقوك وأنت عليهم غضبان. ارجع يا برير، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، وجزاك الله عن أهل بيت نبيك خيرا. ارجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد والملائكة والأنبياء والمرسلين وعلى آل محمد الطيبين الطاهرين. تبا لكم أيتها الجماعة وترحا، أحين استصرختمونا والهين أصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في أيمانكم، واحتششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم، فأصبحتم إلبا لأعدائكم على أوليائكم، من غير عدل أفشوه فيكم،
ولا أمل أصبح لكم فيهم إلا الحرام من الدنيا أنالوكم، وخسيس عيش طمعتم فيه من غير حدث منا. فهلا لكم الويلات تركتموها والسيف مشيم والجأش طام والرأي لما يستصحف، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش، ثم نقفتموها. فسحقا لكم يا عبيد الأمة وشذاب الأحزاب ونبذة الكتاب، ويحكم أهؤلاء تعبدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت عليه فروعكم وثبتت عليه قلوبكم وغشي صدوركم، فكنتم أخبث ثمر شجا للناظر وأكلة للغاصب. ألا لعنة الله على الناكثين الذين ينقضون الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله كفيلا. والله أنتم يا ابن فاطمة أنحن ظالمون وناكثون؟ خير لك أن تدخل بطاعة الأمير عبيد الله بن زياد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، وأيما الله لا تلبثون بعدها إلا كريثما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى وتقلق بكم قلق المحور. عهد عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. إني توكلت على الله ربي، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، فإنهم كذبونا وغرونا وخذلونا، وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقوله لا ينفعك يا حسين، فقد أمر الأمير عبيد الله بن زياد أن تنزل على حكم الخليفة يزيد بن معاوية، أو ننازلك حتى نقتل وننال بذلك الجائزة. أي عمر، أتزعم أنك تقتلني ويوليك الدعي بن الدعي بلاد الري وجرجان؟ والله لا تتهنأ بذلك أبدا. عهد عهده إلي رسول الله
صلى الله عليه وآله: فاصنع ما أنت صانع، فإنك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة. وكأني برأسك على قصبة قد نصب بالكوفة، يتراماه الصبيان ويتخذونه غرضا بينهم. ماذا تقول يا ابن فاطمة؟ ماذا تقول؟ ويحكم ويحكم، ماذا تنتظرون من رجل؟ احملوا بأجمعكم، إنما هي عقلة واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أما من مغيث يغيثنا لوجه الله، أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا عمر بن سعد، أمقاتل أنت هذا الرجل؟ اي والله يا يزيد بن ابي حي، اقاتله قتالا ايسره ان تسقط فيه الرؤوس وتطيح فيه الايدي. أفما لكم بما عرضه عليكم من الخصال رضا؟ لو كان الامر الي لفعلت، ولكن اميرك عبيد الله بن زياد قد ابى. لم لا تبعث إلى عبيد الله بن زياد وتخبره بالأمر قبل قتال الحسين؟ ما بالك يا حر؟ أجظنت عن القتال؟ فوالله لا أترك هذا الأمر حتى أقتل الحسين وأبعث برأسه إلى الأمير عبيد الله بن زياد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما لك يا حر؟ إن أمرك لمريب. لو قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك، فما هذا الذي أرى منك؟ ويلك يا ابن أوس، إني والله أخير نفسي بين الجنة والنار، والله لا أختار على الجنة شيئا ولا قطعت وحرقت. يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، جعلت فداك يا ابن رسول الله. أنا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع وسايرتك في الطريق وجعجعت بك في المكان، وما ظننت أن القوم يردون ما عرضته عليهم ولا يبلغون بك هذه المنزلة. والله لو علمت أنهم ينتهون بك إلى ما أرى ما ركبت الذي ركبت
وإني قد جئتك تائبا مما كان مني إلى ربي، مواسيا لك بنفسي حتى أموت بين يديك، فهل ترى لي من توبة؟ بارك الله فيك يا حر. يا جون، فك وثاق الحر. بارك الله فيك يا حر، وجزاك الله خيرا. نعم، يتوب الله عليك. يا ابن رسول الله، لما خرجت من الكوفة نوديت: أبشر يا حر بالجنة. وقلت في نفسي: ويل للحر أيبشر بالجنة وهو يسير إلى حرب ابن بنت رسول الله؟ لقد أصبت خيرا وأجرا، وجزاك الله عن أهل بيتك نبيك خيرا. يا قوم، يا قوم، اشهدوا لي عند الأمير عبيد الله بن زياد أنني أنا عمر بن سعد أول من رمى